السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اغلى واجمل متابعين في الدنيا؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب يوصلكم الفيديو وانتوا في احسن صحة واحسن حال. النهاردة هنعمل وصفة جميلة جدا، وصفة بطاطس، بس يعني لما تدوقوها تدوقوها مش هتقولوا انها بطاطس. بجد لذيذة وجميلة جدا، عجبت الولاد وعجبتني جدا جدا. يعني بياكلوا يقولوا ماما ايه ده، ايه ده يا ماما، ايه الجمال ده. جميلة جدا، انا مش بقول كده عشان مشاهدات او عشان يعني، لا فعلا جميلة جميلة. معايا 4 حبات من البطاطس، هنبشرهم بالطريقة ديت كده وهنشوف هنعمل ايه تاني. يا رب اللي يشوف قناتي لأول مرة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. في وصفات كتير جديدة وجميلة هتعجبكم ان شاء الله. غطيناها بالمية كده عشان تنزل النشا اللي فيها وما تسمرش. معايا كمان جزرتين هنبشرهم برضو. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنبشر الجزر بالطريقة ديت كده وهنشوف باقي المقادير. كلها مقاديرها بسيطة وموجودة في كل بيت، مش فيها حاجة صعبة خالص يعني. البصلتين دول كمان هقطعهم. يا رب يعجبكم الفيديو ان شاء الله، واللي يسمع الفيديو كده يجربه وان شاء الله هتعجبه. بجد طعمها ولا كأنك بتاكلي بيتزا فعلا، يعني مش بضحك عليكم ولا بقول ولا بحط عنوان كداب ولا لا يشد انتباه لا طعمها فعلا. مش بصراحة مش قادرة ابطل عن موضوع الطعم ده، مش عارفة اقول لكم ايه، بس بصراحة جميلة جدا. قطعنا البصل ونزلنا بشوية زيت كده في الطاسة والبصل عليهم. بعد ما سخن هنقلبهم كويس لحد ما يبدأوا يتبلوا كده. هننزل عليهم بقى بالجزر. هنقلبه كمان شوية أول ما يدبل برضو هننزل كمان فلفل حلو اللي هو الألوان. طعمه مسكر طبعا أو طعمه حلو. في ناس كلمة المسكر دي يعني مقفول بالنسبة لهم لكن احنا في مصر نقول مسكر يعني حلو. الفلفل الألوان كان عندي في الفريزر مفرزاه، يعني متقطع وجاهز كده، حوالي قرنين يعني فلفل. هو الجزر والبطاطس مع بعض طعمهم تحفة بصراحة. شايفين كده يعني خلاص اهوت. هنضيف بقى التوابل. شوية ملح، الملح اللي انت تحبوه يعني. عايزة تضيفي حاجة غير الفلفل الأسمر عادي متاح. التوابل اللي تحبيها حطيها، مش في أي مشكلة خالص. معلقة كبيرة بابريكا عشان هي بتديها اللون وطعم كمان جميل برضو. لو مش عندك بابريكا وعندك صلصة ممكن تحطي معلقة كبيرة صلصة طماطم يعني. البصلة ديت احنا سيبناها على النار بقى ونكمل باقي المقادير التانية. نشوف هنعمل ايه. هقطعها وهنركنها على ما نشوف يجي وقتها. هنصفي البطاطس من المية، نصفيها كويس عشان ميبقاش فيها مية. هنشوف تاني ايه. معايا 4 بيضات، 3 بيضات كاملين. رشة فلفل اسمر حوالي 4 معلقة، والملح طبعا برضو زي ما انت حابة الملح اللي انت عايزاه حطي، مش فيه مشكلة خالص. هنقلبهم كويس. ومعايا 200 ملي حليب، يعني كوباية نقص شوية منهم دولي. كده يبقى 200 ملي. انا وزنهم على الميزان عشان ما عندهاش ميزان تبقى شايفة في الكوباية دي موجودة في كل بيت. معايا كوباية دقيق والتانية ناقص ربعها برضه. 250 جرام. طبعا انا حتى 250 جرام كان المفروض 170 بس عشان الوصفة دي معمولة بكريمة، كريمة طبخ بدل الحليب. فطبعا انا مش عايزة اجيب كريمة طبخ غالية بصراحة. فقلت احط حليب عشان كريمة الطبخ بتبقى تقيلة. فزودت الدقيق شوية عشان تبقى
متوازنة يعني. لو مش عندك حليب برضو حطي زبادي. مش عايزة تيجي معايا. كمان باكل بودر. وهنقلب كويس، ضفنا الدقيق والمكونات على بعضها وهنقلبهم كويس اوي لحد ما يختلطوا. البصلة دي بقى كان المفروض تكون بصل اخضر، عشان ما عنديش بصل اخضر، ما فيش بصل اخضر عندنا في مصر الايام دي، فضفت البصلة ناشفة عادي، مش في اي مشكلة خالص، هتأدي الغرض. مش لازم نقف على حاجة يعني يا جماعة، مشيها. وفي النهاية الطعم حكاية حكاية، اللي هيعملها مرة مش هيبطل يعملها تاني. وهي بطاطس ما فيهاش حاجة غريبة غير شوية الجبنة اللي على الوش، وحاجة خفيفة خالص مش مكترة جبنة يعني. هنضيف بقى الخلطة دي على البطاطس زي ما شفتوا كده، هنضيفهم على بعض وهنقلبهم كويس. وهنضيف كمان ال الجزر والبصل والفلفل اللي عملناهم على النار، سويناهم. طبعا البطاطس ما حطيتهاش على النار، هي ما بتاخدش وقت في التسوية، هتستوي مع بعضها في الفرن. هنقلبهم كويس قوي عشان ما يبقاش في حاجة لوحدها، كل المقادير تختلط ببعضها كويس. وكل حاجة تبلناها يعني طعمها ما شاء الله تحفة يعني. هنجيب الصينية ديت وندهنها زيت، هنرشها رشة بقسماط أو دقيق، هاي عادي دقيق مش في مشكلة خالص. هنوزعها بقى في الصينية، أنا حطيتها في صينيتين، مش عايزاها تبقى تخينة عشان تستوي بسرعة وعشان يبقى طعمها أحسن. ما بحبش الحاجة تبقى تخينة أوي يعني وطرية، بالذات البطاطس. بنمسح الحروف عشان في حاجات جت على الحرف كده عشان مش تتحرق يعني. انا حطيت في الصينيه ديت وحطيت في الصينيه التانية الصغيره، اللي اصغر الحجم التاني، الواحده الكبيره واللي بعدها على طول الكميه ديت يعني. بس ما شاء الله بقى هتاكلوا صوابعكم وراها. هندخلها الفرن نص ساعه وهنخرجها، هنحط عليها الزيتون زي ما انتم شايفين كده. الزيتون ده مديها طعم خطير، زيتون ورشه جبنه. طبعا دي بعد ما استوت بقى خلاص يعني، هدخلها الفرن بعد كده 10 دقايق بس مش اكتر. اول الجبنة ما تسيح كده، مش عايزاها تاخد لون كمان يعني، هنطلعها من الفرن. الجبنة دي جبنة رومي طازة، عايزين تحطوا جبنة موزاريلا اي نوع جبنة بتحبوه، انا بحب الجبنة دي لان طعمها وريحتها بصراحة تحفة يعني. يا رب تعجبكم ان شاء الله، اللي يعجبها اللي يعملها كده ويجربها هتعجبه بإذن الله، مش حد هيعترض عليها نهائي يعني. الطعم من الاخر مش عارفة اوصف حلاوتها وجمالها بصراحة. شايفين بقى بعد ما طلعتها من الفرن مقطعها كده حاجة هتشوفوها عاملة ازاي. انا بشكر كل اللي بيشاهد فيديوهاتي وبيشترك، ربنا يسعدكم يا رب ويفرح قلوبكم. شوف الفيديو للاخر، ربنا يفرح قلبه يا رب، مش هتندموا ابدا. لما تجربوها كده بتعملوها مش هتندموا. شايفين عاملة